السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ النهاردة هنخلل مع بعض اللفت بطريقة سهلة وبإذن الله هيعجبكم. وان شاء الله يعني يكون حلو. الناس اللي بتشتكي من انه يكون مسود لفت والناس تقول طري خالص كده بعد ما بيستوي، ان شاء الله هنقول طريقة مظبوطة بإذن الله لتخليل اللفت. وان شاء الله هتنجح معاكم جدا. احنا معانا لفت مغسول كويس جدا ومتنضف كويس وقشرناه. انا بحب على فكره اقشره، مش عايزه تقشري براحتك. تمام. وبقطعه نصين لو كانت اللفتايه صغيره. ماشي. ومعانا ميه ومعانا ملح. ان شاء الله هنقول هنعمل ايه. اللفت ده يا بنات احنا حاطين له معلقتين ملح وقعد ساعتين في الميه، في الملح بس. تمام. وهو نزل الميه بتاعته اهو. تمام. علشان ينزل اي مراره في اللفت او اي حاجه. والريحه الوحشه بتبقى يعني في احيانا بيبقى اللفت ريحته كده مش مظبوطه. اللي نقعه في الساعتين في معلقتين الملح بيديله طعم احسن بكتير من انك انت تحطيه في البطرمان على طول. انا هوريكي دلوقتي بنقطع اللفت ازاي. انا بجيب اللفت الصغير. تمام. احنا معانا القطاعه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، بنقطعه نصين كده وانت بتقطعيه حسب رغبتك. تمام. انا لما بلاقيها كبيره بقطعها وبسيبه بالعروش بتاعته. العروش دي حلوه جدا يا بنات. المقادير بتاعتنا اللفت بتاعنا، احنا معانا كيلو لفت، ونص بنجرايه وقرن فلفل حامي وورقتين لورا وثلاث معالق ونص ملح. هنشوف هيحتاج ملح انت بتدوقيه. لما بتلاقيه مظبوط الملح بتاعك مظبوط، خلاص يبقى تقفلي عليه كده. انما لو لقيتيه يعني عايز ملح بتحطي حبه بسيطه، يعني حسب نوع الملح بتاعك. تمام. احنا قطعناه وغسلناه وحطيناه في معلقتين ملح وسيبناه ساعتين. تمام. بعد الساعتين نزل الميه بتاعته. الميه بتاعته احنا مش هنحتاجها. تمام يا بنات. ونيجي بعد كده احنا بنكون غاليين ميه هنا، ومبردينها خالص. يعني بتغليها كويس جدا وتسيبيها تبرد خالص خالص خالص. تمام. وهنا كده اللفت بتاعي احنا صفيناه كده، الملح بتاعه اهو، الميه اللي نزلت منه بعد ما نقعته ساعتين في الملح وهو كده بعيد عن البرطمان. قبل ما احطه في البرطمان هنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونحطه في البرطمان بتاعنا. احنا غاسلينه كويس يا بنات وبسم الله ما شاء الله نضيف وزي الفل. بس احنا مش هنحط الميه اللي نزلت منه دي. تمام. هنا كده حطينا اللفت بتاعنا والميه دي اللي هي نزلت من اللفت دي بعد ما حطينا معلقتين الملح فيها نكبها. تمام. وهنيجي هنحط قرن فلفل حامي. تمام. ورقه لورا كده او ورقتين لورا علشان بس يحفظ اللفت. يعني يعتبر ماده حافظه. الورق اللورا. ونحط النص بنجريه بتاعتنا. تمام. والملح بتاعنا هنضيفه للميه بسم الله ونقلب كويس جدا جدا. احنا يا بنات اللفت ما بيتحطلوش خل. اللفت انا ما بحطلوش خل نهائي. انا هي بس بكتفي بالميه السخنه دي وببردها جامد وبحطها. ورق اللورا ده ماده حافظه كده علشان اللفت ما يعني بيحفظ اللفت كويس. خلاص. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى الميه دي. احنا هندوق كده الملح بتاعنا كده مظبوط. بسم الله. بتحطي كده احنا على فكرة غاليين مية برضو تاني بالزيادة علشان لو احتاجنا. هنكمل البطرمان بتاعنا كده. انا غالية يا بنات مية كتيرة للظروف برضو لان ممكن احتاج مية كده. هو باذن الله مش هيحتاج اي حاجة تاني.
كده. تمام، الملح بتاعه مية مية، مفيهوش، مش محتاج اي حاجه تانية. خلاص يا بنات، احنا مش هنخليه كده. والبنجرايه دي من على الوش كده عشان تدي لون باذن الله، وكام يوم يا دوبك ويستوي، يبقى زي الفل باذن الله. وهتاكلي منه احلى لفت مخلل، وبيكون مقرمش وفي منتهى الجمال. ونغطيه كويس جدا بالغطا بتاعه، ونشيله على دولاب المطبخ بتاعك، غطا كده محكم ونضيف. والبرطمان لازم تكوني غسلاه كويس ومعقماه يا بنات. واللفت اهم حاجه تكوني غسلاه كويس، وتنقعيه في شويه الملح اللي بقولك عليهم دول، معلقتين ملح. وتعاير الميه بقى حسب البطرمان بتاعك. خلاص، وان شاء الله يا رب يعجبكم باذن الله. وكام يوم كده، بتاع 4 ايام بالظبط، ونطلع منه ناكل ان شاء الله. ويا رب الوصفه تعجبكم باذن الله. وان شاء الله لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ومعاكم قناه الاكل على اصوله من مطبخ ام لولو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ النهاردة هنخلل مع بعض اللفت بطريقة سهلة، وبإذن الله هيعجبكم. وان شاء الله يعني يكون حلو. والناس اللي بتشتكي من انه يكون مسود لفت، والناس تقول طري خالص كده بعد ما بيستوي، ان شاء الله هنقول طريقة مظبوطة بإذن الله لتخليل اللفت. وان شاء الله هتنجح معاكم جدا. احنا معانا لفت مغسول كويس جدا ومتنضف كويس، وقشرناه. انا بحب على فكره اقشره، مش عايزه تقشريه براحتك. تمام، وبقطعه نصين لو كانت اللفتايه صغيره. ماشي. ومعانا ميه ومعانا ملح. ان شاء الله هنقول هنعمل ايه. اللفت ده يا بنات، احنا حاطين له معلقتين ملح، وقعد ساعتين في الميه، في الملح بس. تمام، وهو نزل الميه بتاعته اهو. تمام، علشان ينزل اي مراره في اللفت او اي حاجه. والريحه الوحشه بتبقى، يعني في احيانا بيبقى اللفت ريحته كده مش مظبوطه. نقعه في الساعتين في معلقتين الملح بيديله طعم احسن بكتير من انك انت تحطيه في البطرمان على طول. انا هوريكي دلوقتي بنقطع اللفت ازاي. انا بجيب اللفت الصغير. تمام، احنا معانا القطاعه دي، بسم الله الرحمن الرحيم. بنقطعه نصين كده، وانت بتقطعيه حسب رغبتك. تمام، انا لما بلاقيها كبيره بقطعها وبسيبه بالعروش بتاعته. العروش دي حلوه جدا يا بنات. المقادير بتاعتنا، اللفت بتاعنا، احنا معانا كيلو لفت، ونص بنجرايه، وقرن فلفل حامي، وورقتين لورا، و3 معالق ونص ملح. هنشوف هيحتاج ملح، انت بتدوقيه. لما بتلاقيه مظبوط، الملح بتاعك مظبوط، خلاص يبقى تقفلي عليه كده. انما لو لقيتيه يعني عايز ملح، بتحطي حبه بسيطه، يعني حسب نوع الملح بتاعك. تمام، احنا قطعناه وغسلناه وحطيناه في معلقتين ملح، وسيبناه ساعتين. تمام، بعد الساعتين نزل الميه بتاعته. الميه بتاعته احنا مش هنحتاجها. تمام يا بنات. ونيجي بعد كده احنا بنكون غاليين ميه هنا، ومبردينها خالص، يعني بتغليها كويس جدا وتسيبيها تبرد خالص خالص خالص. تمام. وهنا كده اللفت بتاعي احنا صفيناه كده، الملح بتاعه اهو، الميه اللي نزلت منه بعد ما نقعته ساعتين في الملح، وهو كده بعيد عن البرطمان. قبل ما احطه في البرطمان هنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونحطه في البرطمان بتاعنا. احنا غاسلينه كويس يا بنات، وبسم الله ما شاء الله نضيف وزي الفل. بس احنا مش هنحط الميه اللي نزلت منه دي. تمام، هنا كده حطينا اللفت بتاعنا، والميه دي اللي هي نزلت من اللفت دي بعد ما حطينا معلقتين الملح فيها نكبها. تمام، وهنيجي هنحط قرن فلفل حامي. تمام، ورقه لورا كده او ورقتين لورا، علشان بس يحفظ اللفت. يعني يعتبر ماده حافظه الورق اللورا. ونحط النص بنجريه بتاعتنا. تمام،
والملح بتاعنا هنضيفه للميه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونقلب كويس جدا جدا. احنا يا بنات اللفت ما بيتحطلوش خل، اللفت انا ما بحطلوش خل نهائي. انا هي بس بكتفي بالميه السخنه دي وببردها جامد وبحطها. ورق اللورا ده ماده حافظه كده علشان اللفت ما يعني بيحفظ اللفت كويس. خلاص تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط بقى الميه دي، احنا هندوق كده الملح بتاعنا كده مظبوط. بسم الله. بتحطي كده احنا على فكرة غاليين مية برضو تاني بالزيادة علشان لو احتاجنا. هنكمل البطرمان بتاعنا كده. انا غالية يا بنات مية كتيرة للظروف برضو، لان ممكن احتاج مية كده. هو باذن الله مش هيحتاج اي حاجة تاني. كده تمام. الملح بتاعه مية مية، مفيهوش، مش محتاج اي حاجة تانية. خلاص يا بنات احنا مش هنخليه كده. والبنجرايه دي من على الوش كده عشان تدي لون باذن الله. وكام يوم يا دوبك ويستوي يبقى زي الفل باذن الله. وهتاكلي منه احلى لفت مخلل، وبيكون مقرمش وفي منتهى الجمال. ونغطيه كويس جدا بالغطا بتاعه، ونشيله على دولاب المطبخ بتاعك. غطا كده محكم ونضيف. والبرطمان لازم تكوني غسلاه كويس ومعقماه يا بنات. واللفت اهم حاجه تكوني غسلاه كويس وتنقعيه في شويه الملح اللي بقولك عليهم دول، معلقتين ملح. وتعاير الميه بقى حسب البطرمان بتاعك. خلاص. وان شاء الله يا رب يعجبكم باذن الله. وكام يوم كده بتاع 4 ايام بالظبط. ونطلع منه ناكل ان شاء الله. ويا رب الوصفه تعجبكم باذن الله. وان شاء الله لو عجبكم لايك وشير وسبسكرايب للقناه. ومعاكم قناه الاكل على اصوله من مطبخ ام لولو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.